أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. احنا 3 أيام البرامون قبل عيد الغطاس بيبقى صيام. السنة دي جايين يوم الجمعة والسبت والحد هنفطر بالليل إن شاء الله. فهنعمل 3 أكلات. امبارح عملنا الكرنب بالطريقة يعني هو كرنب أمريكاني عملناه بالطريقة المصري الجميلة. الطعم حلو قوي قوي وبالتفصيل حاجة عظمة. والنهاردة هنعمل قوارب البطاطس برضو هنعملها صيامية بحشوة جميلة جدا جدا، صحية واقتصادية وجميلة جدا جدا. والطريقة سهلة وبسيطة. عندنا البطاطس بنجيبها وبنقشرها وبنغسلها حلو، وبعد كده بنقطع البطاطساية نصين، وبناخد كل نص من البطاطس بنقورها بالشكل ده على هيئة قارب اهي. بالشكل دوت بنعمل الكمية بتاعتنا. طبعا الكمية مفيش كمية محدودة، يعني ان انا اقولك كم واحدة، لا، ده حسب ما انت حابة تعملي كتير تعملي قليل براحتك. بس هي بأمانة طعمها حلو جدا جدا، وطريقتها سهلة وبسيطة وجديدة وصيامية وحلوة جدا جدا. احنا طبعا ممكن نحشيها يعني لحمة مفرومة ونعملها فطاري، برضه هتبقى طعمها جميل جدا، بس احنا بنحب ان احنا ننوع في الصيام اكتر. فدلوقتي هنعملها صيامية. فدلوقتي بعد ما عملناها كده وقورناها، حتى اللي طالع منها اللي من القلوب بتاعتها مش هنرميه، برضه هنحتفظ بيه وهنعمله. وبعد ما صفيتها حلو جدا من المية، دلوقتي عندنا زيت غزير، وهنقليها، بس هنقليها نص قلية، مش هنقليها قلي كامل، لا، علشان لسه كمان هندخلها الفرن. فهنقليها بالطريقة دي على الناحيتين الجنبين، بنقلبها ويدوب بتدي لون يدوب يعني أصفر يدوب خفيف كده. وعلى طول هنطلعها وهنحطها على الشبكة تصفي الزيت بتاعها، ميبقاش فيها زيوت خالص بالشكل ده. وبعد كده وهي وسخنة، بعد ما بنعمل الكمية كلها، بنرش عليها رشة ملح ورشة فلفل أسمر على أساس البطاطس بتاعتنا تبقى متبلة حلو. وبعد كده بقى هنعمل الحشوة مع بعض. زي ما بقولك كده، الحشوة ممكن تنوعي زي ما انت حابة يعني فيها. ممكن تحشي خضار، ممكن تحشي يعني بصل بالتوفو، برضو هيبقى جميل. بصل بالثوم بالتوفو بيبقى برضو دي بتبقى حشوة حلوة قوي قوي. ممكن تحشي خضار زي النهاردة كده لما حشينا خضار يعني، والخضار اللي انت حباه، يعني مش لازم البسلة والجزر اللي انا عاملاهم، لا، ممكن تحشي اي خضار انت بتحبيه. فدلوقتي بعد ما اخدنا القلوب بتاعة البطاطس وكمان حمرناها برضو تحميرة خفيفة، جبنا الصينية بتاعتنا وحطينا فيها البصلاية وقطعناها. وبعد ما دبلت البصلة حطينا عليها فصين 3 من الثوم، هرسناهم فيهم. وبعد كده عندنا بتاع ده 2 خرشوفتين كانوا في الفريزر، طلعتهم قطعتهم. والبسلة برضو أخدت شوية بسلة حلوين مع جزرتين قطعتهم صغير وضفتهم على البصل بالثوم. وبعد كده حطيت التوابل ليك الحرية ان انت تحطي اللي انت حباه. انا حطيت ماجي وملح وفلفل اسمر وبابريكا. وبعد كده حطيت كمان علبة صلصة على البصل بالثوم قبل ما احط الخضار، وشوية مية صغيرين، وسويت الخضار فيهم. ودلوقتي بقى حطيتهم بالشكل ده، شكل جميل وطعم حلو قوي قوي. وهندخلهم الفرن على درجة حرارة 350، مش هياخدوا وقت لأن الخضار مستوي والبطاطس برضو يعني فاضل لها حاجات بسيطة اهي. بصي وهي في الفرن حاجة جميلة حلوة قوي قوي، وطعمها بأمانة حلو جامد. واستنيني بكرة إن شاء الله في الأكلة التالتة الصيامية.